ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا فين يا اسلام؟ احنا في سفاري بارك او الجيزة بارك، يعني هم غيروا اسمها دلوقتي ومش عارفة بقى هم قصدهم ايه. قصدهم يلفنونا يعني ولا ايه بقى، مش عارفة. فالمهم ان احنا غيرنا جو النهارده، وده المهم ايا كان بقى هو المكان فين. فاحنا غيرنا جو، المكان هادي وحلو وجميل والاجواء حلوه. النهارده الجو حر بس ما فيش شمس. هو الجو هوا بس مش هوا بارد، ساقع. كنا بقى ايه يعني نفوق عنهم كده شويه، نخرج شويه بقى من ضغط البيت وبقى والدروس والكلام ده كله. خليكم معانا بقى ونشوف الاجواء هنا عامله ازاي، وهقول لكم اسعار كل حاجه هنا، ولو عرفت اصور لكم الالعاب اللي هنا والحاجات دي كلها هصورها لكم. بصوا هو المكان هادي ماشي. طبعا كان بيبقى فيه شلال كده اول ما بندخل من الباب، بس هم قافلين دلوقتي مش عارفه ليه، بس هو في شلال حلو قوي. وهنشوف بقى الاماكن الدميه كبيره. انا عارفه الدميه دي بس مش عارفه اسمها. الدميه حلوه. الدميه ايوه. محمد هو اللي شايل الشنطه. لبست محمد يا اسلام. خفيفه يا راجل، تقيله مفيهاش حاجه. ولما هي خفيفه مش شايلها انت ليه؟ مفيهاش حاجه. ماشي. فرحانه يا لوكا؟ نعم. يلا ماشي حاضر. نقعد شوفوا بقى هتفطروا الاول؟ نفطر الاول بعد هتفطروا الاول ولا تروحوا الملاهي ولا تعملوا ايه؟ ماشي حاضر. بس عايزين مكان هادي يا اسلام نقعد فيه. ماشي يا بندور. الجو حلو بس ما في يعني مفيش شمس، بس الجو حلو صح؟ باي. اخيرا خرجنا من البيت. انا فاكر بس ماسك سيله بتاعت مليك اصلا، والله ما واخد بالي ماسك وسايب سيلا يعني ماشيه لوحدها. عشان احنا بس سايب سيلا ماشيه لوحدها وماسك لوكا. الغربان اهم حاجه نبعد عنها، دول بيخطفوا الاكل وبيطلعوا يجروا. حراميه. اهو في واحد اهو، اثنين اهو، والثالث اهو، بص واربعه والخامس. بصوا بتاخدوه. هتفرشوا هنا؟ فين؟ هتلاقي في السوست. كل الاماكن اللي هي فيها الخضره الكويسه قافلينها، مش عارفه ليه، يعني محوطينها كده بحبل، مش عارفه ليه. امسك مع بابا يا محمد وافرش. نعم. لا لحسن تقعي. بصوا جايبين الملايه بتاعتنا وايه، اجواء جناين يعني. عشان تقعدوا براحتكم. وانا غلطانه؟ حطوا حاجه عليه. حط الشنطه. حط الشنطه. اقعدوا بقى افطروا الاول وبعد كده قوموا العبوا. يلا العبوا بتاع. يلا يا سولا تعالي كلي. يلا تعالي كلي معاكي. شاطر برافو عليكي. يلا يا لوكا كلي عشان تقومي تلعبي، لو ما اكلتيش مفيش لعب. ما تخافيش هو بعيد اصلا. يلا هيجي ياكل الغراب، لو عايز ياكل هيجي ياكل. لو هو عايز ياكل هيجي يتفضل يا باشا. هات لي يا بيضه. نعم يا سولا. هتتزحلقي. بصي حته نازله خالص، الارض نازله هتتزحلقي. من ايه؟ جدي ايدك ده. يلا تعالي. الفكره مش فوقينا. طب من هنا غيرنا المكان، بصوا قاعدين في مكان تاني. الارض هنا فيها خضره بس مش قوي يعني. انا عامل المكان. الاماكن اللي فيها خضره كلها مقفوله. قافلينها ليه يا اسلام؟ رشين ميه. خايفين علينا نتبل يعني؟ كتر خيرهم. فطرنا وخلصنا. محمد ولوكا وسيلا جايبين معاهم الكوره، نزلوا يلعبوا بيها تحت كده عشان اللي احنا قاعدين ده في منحدر كده. انا اللي جايب الكوره. هنا في كافيتريات وفي كافيهات وحاجات كده، بس احنا جربنا نقعد عليها قبل كده ما عجبتنيش. اولا المشروبات بتاعتها وحشه جدا وغاليه، والبن بتاعه مش مستوي ومالوش اي 30 لازمه. اهم حاجه عند اسلام طبعا البن، فايه ما عجبوش. هو اسلام عشان واخد على بن معين، فاي حاجه ممكن يشربها مش نفس الجوده بتاعت النوع اللي بيشربه مش تملى دماغه، مش تمزجه. عايزين يروحوا يلعبوا في الملاهي بس
قلنا يستنوا شويه عشان هما لسه واكلين كده اهوت، فقول له بقى يستنوا شويه يلعبوا بالكوره وايه، وبعد كده يروحوا بقى يعملوا. الشمس بدات تطلع. الشمس بقت جميله. حبالي. ايه رايكم بقى في الاجواء دي؟ وانا نغير شويه من قعده البيت والكلام ده كله ونفتح فيديو معاكم وتغيروا جو معانا. شاطره يا سوله، يلا شوطي، يلا انتي الكسبانه. الشمس طلعت شويه الحمد لله، قاعدين احلى قعده، وساندة ظهري على اسمها ايه، على الشجره، بس يعني هي كويسه ونظيفه، اتاكدت الحمد لله ما فيهاش نمل وما فيهاش اي حاجه الحمد لله. صح يا لوكا؟ مبسوطه؟ متاكده؟ امال بنزلني ليه يا حبيبتي؟ اما انت مبسوطه بنزلني ليه؟ بنزلني بلا هدف. بصوا المناظر والاجواء بجد بتبقى احلى 100 مره من القعده في البيت مهما كانوا والله. مجرد انك تقعدي كده في مكان فيه خضره وفيه هوا وشمس وكده بجد بيبقى حلو قوي. حاولوا يعني تخطفوا ولو ساعه كده في كل فتره اللي انتوا تغيروا جو فيها، بتفرق بجد في النفسيه قوي. سيلا اجبرت اسلام ان هو يروح يجيب لها حاجات حلوه من البتاع، من الكافيتيريا اللي هنا، وبيقول لها طب استني عشان احنا بنصور فيديو وبتاع وكده لما نخلص. قالت له لا هو دلوقتي، واللي هقول لك عليه انك تجيبه لي هتجيبه. عندكم حد بلطجي صغنن كده زينا؟ قرايبك اهم يا سيلا يا لوكا. اقصد على القطط. ليه بقى؟ هحكي لكم. لوكا من يومين كده تيجوا بجد عشان بخاف من القطط. من يومين كده راحت مشوار شغل مع اسلام ماشي، فراحت الذكيه راحت شايله قطه من الشارع من الارض، مش قطه بيت. راحت القطه راحت عامله ايه؟ راحت عضاها، يعني طبيعي هتعمل ايه؟ راحت القطه راحت عضاها وخلاص بقى اسلام شاف العضه بس ما لقاش ان هي علمت ولا حاجه، فخلاص قال بقى يعني عضه خفيفه مش هتعمل حاجه وكده اهو. الكلام ده كان الساعه 2 تقريبا، كان الساعه 2 العصر كده تقريبا، من 2 ل 3 راح وخلاص بقى هما كملوا يومهم عادي وخرجها وفسحها وكده. وبعد كده جات لي بالليل داخله من باب الشقه مليكه وشها متغير خالص، وهمدانه كده وجسمها مكسر مش قادره تتحرك ومش قادره تتكلم. فانا اول ما شفتها قلت لها مالك يا لوكا هو انت تعبانه؟ قالت لي لا سخنه او حاجه، فبجسها لقيتها سخنه، فبقول لها ليه كده وبتاع، فاسلام قالت تلاقيها يعني من المجهود بقى والارهاق بتاع النهارده وكده. فايه مش عارفه انتوا شايفين الصوره كويسه ولا لا، لان انا حاطه الاستاند في الارض، انا واخده معايا الاستاند في الجنينه، انتوا مش متخيلين انتوا مش متخيلين كميه المجهود اللي احنا عاملينه بس المنظر حلو صح؟ المنظر حلو ورانا كده ما علينا. المهم تعالى اكمل لكم علشان تاخدوا بالكم وتاخدوا بالكم من اطفالكم ماشي. هي في اول ما اتعضت ما كانتش باين اي حاجه خالص، انا شويه ببص في الكاميرا وشويه ببص هنا ماشي، فعشان تتخيلوش معايا. اتعضت وما كانش باين اي حاجه خالص عليها، ما ظهرش اي اعراض خالص عليها ولا ظهر اي حاجه. فاسلام قال خلاص ادام هي عضه خفيفه وما ظهرش اي حاجه يبقى تمام خلاص. بس بعديها تقريبا ب 10 ساعات او ب 8 ساعات بدات الاعراض تظهر. ايه هي بقى الاعراض اللي بدات تظهر؟ انا عايزه صوتي جامد والناس تتفرج عليا قعدت اليوم كله بره وما كانش فيها اي اعراض عليها خالص. فبعد كده لقيتها جستها لقيتها سخنه، فبرضه قلت لها خلاص ماشي يبقى انت بقى فعلا تعبتي من المجهود وكده. قالت لي ماما بصي، راحت مورياني ايديها، قالت لي ماما بصي القطه عضتني هنا. فبقول لها قطه ايه يا لوكا؟ راحت قالت لي دي قطه من الشارع. جبتيها منين يا لوكا؟ قالت لي وانا شفتها واحنا قاعدين كده شفتها فرحت شايلاها عجبتني شلتها وراحت عضاني في ايديا. كانت ايديها بقى كانت حمرا جدا، مكان سنان القطه باين معلم على ايديها ومش متعوره مفيش دم، بس كانت يعني السنه باينه غرزه كده اهو. فهي كانت ورمت وحمرت جامد جدا وايديها اتنفخت. فقلت لاسلام لا احنا مش هينفع نسكت لحد كده، طب هنعمل ايه؟ قلت له لا احنا لازم
يعني نشوف بقى ننزلها مستشفى او اي حاجه. فراح قال لي لا انت مكبره الموضوع بقى وعارفين انتوا ايه، وقعد يدافع عن القطه وبيقول لي القطه حلوه زي الفل وعادي وكيوت وما تعملش كده ابدا، والقطه دافع عن القطه كانها واحده من عياله يعني. ماشي. فرحت متصله بالصيدليه ورحت مصوره ايد لوكا وبعت له، فبقول له يا دكتور حصل 1 2 3 وايه اللي المفروض يحصل دلوقتي؟ قال لي اطلعوا بيها طوارئ حالا. فبقول له ليه؟ راح قال لي لا تنزلوا بيها طوارئ دلوقتي حالا. ليه يا دكتور؟ قال تاخد مصل اللي هو سعار القطط وتاخد تيتانوس. فرحت قلت له خلاص ماشي. ففعلا اسلام خدها الساعه 1 بالليل، كانوا لسه داخلين البيت الساعه 1 بالليل. راح اسلام راح واخدها وراح نازل بيها على طول طوارئ، وراح فعلا، بس دي بتبقى في المستشفيات الحكوميه بس. راح هناك سالوه هي اتعضت امتى والساعه كام وازاي، والقطه انتوا عارفينها ولا لا، وبتشوفوها تاني ولا لا، والكلام ده كله. طبعا احنا دي قطه شارع فاحنا مش هنشوفها تاني يعني. بس قال لهم احنا اتعضت من الساعه 2 وما ظهرش عليها اي اعراض خالص غير دلوقتي. لوكا راحت بقى اصلا المستشفى، على ما وصلت المستشفى كانت بطنها بتتقطع، كانت بتصوت جامد من بطنها، كانت بقت سخنه مولعه، حاسه ان هي عايزه ترجع وتعبت، بانت عليها كل الاعراض، وشها بقى شكله باهت جدا. بس فادولها التطعيم بتاع مصل سعار القطط وما ادوهاش بتاع تيتانوس. ليه؟ قالوا هي مش محتاجه ادام ما فيش جرح، ادام ما فيش جرح في ايديها او في مكان العضه، ما فيش جرح او دم او حاجه، خلاص مش مستاهله، ما وصلش يعني ايه ان هو يبقى جرح. بس فتمام. خدنا مصل السعار. اول جرعتين خدناهم كل 3 ايام، 3 جرعه كانت بعديها باسبوع، المفروض رابع جرعه بعديها باسبوع كمان، وخامس جرعه دي هيحددوها في رابع جرعه اذا كان هينفع ليه يعني محتاجه ان هي تاخدها او لا. بس ان شاء الله مش هكون محتاجه، احنا خدنا 3 جرعات لغايه دلوقتي، في جرعه لسه رابعه لسه ما خدناش. فعشان كده لما انا شفت القطط هنا فبقول لها قربي اهو يا لوكا. ماشي. في البيت بقى من ساعتها عماله تنونو وعماله تخربشنا وحاسه ان هي اتصارت علينا احنا. بس فعشان كده ايه، خلوا بالكم من ولادكم. بيقولك حتى لو قطه بيت لازم برضو انتي تروحي تطعمي ولازم تاخدي المصل امان، يعني خلينا في الامان بس. وخلي بالكم ولادكم ما يجوش جنب اي قطط او اي حيوانات في الشارع. انا عايزه اقول لكم ان احنا لما رحنا عشان نديها التطعيم احنا لقينا ناس كتير جدا معدوده من الكلاب والقطط. انتوا جيتوا قعدتوا ليه؟ استراحة بقى. استراحه؟ لعبنا كتير. استراحه، واخدين الكره الصغننه دي معاهم. اسلام وسيلة راحوا عشان يجيبوا حاجه حلوه، راحت سيلة هتشتت في ايس كريم، فاسلام بيقول لها ايس كريم في الشتاء، راحت قالت له يابا الجو حر احنا في الصيف. فاقتنع الصراحه، اقنعته البت. فراح جاب لها ايس كريم وهيجيب لنا احنا كمان. لا احنا فارشين في مكان صح الحمد لله. في ناس الامن بيزعق لهم علشان فارشين في المكان الخضره اللي هو قافلها اسمه ايه، بالحبل الكبير ده عشان رشنا وكده زي ما اسلام بيقول. ففي ناس شافت حته ناشفه راحت قاعده فيها فزعق لهم، مش عارفه ازعق لهم ليه، بس احنا قاعدين في الامان يعني في الحته اللي هم سايبينها مفتوحه. اسلام بيقول لي تعالي نقعد على كافيه بقى او نقعد في اي حته وكده، قلت له لا انا عايزه اقعد على الارض، انا عايزه اقعد في وسط خضره وان انا اشوف ناس وخضره وشجر وكده. الكافيهات جوه مقفوله يعني في مكان كده اهو بس. فانا ممكن اقعد على كافيه، ممكن اقعد على كافيتيريا او اي حاجه في اي وقت وفي اي مكان، لكننا جنينه يبقى خضره، الجنينه خضره بس. عايزه كمان اقول لكم ان الجناين دي يعني كانت بتبقى ليها قواعد زمان. ايه هي بقى قواعد الجنينه ديت؟ كنا بنجيب الملايه زي ما انا جايباها دي، يعني انا حاولت اقلد شويه من الحاجات اللي كانت بتحصل زمان بس ايه معرفتش قوي يعني. كنا بنعمل ايه، بتبقى الملايه والكوره زي ما احنا عاملين دلوقتي وترمس ولب. انا جبت لب بس ما جبتش ترمس. ايه تاني بتبقى ايه تاني بتبقى؟ قولوا لنا انتوا بتاخدوا ايه معاكم في الجناين؟ سيرة جوه اهو. جابوا الايس كريم؟ طلعوا يجروا على الايس كريم، باعوني أصلة ما شاء الله، ناس اصيله. فقولوا لنا انتوا لو بتروحوا الجناين بتاخدوا ايه معاكم؟ غششونا كده عشان لما نيجي المره الجايه ان شاء الله. هتقعد واقف ليه؟ يا عيني يا عيني
كل ده مفيش مكان. صعب عليا واقول له افريم يقول لي مفيش مكان، يا عيني خدوا مكانه. تعالى تعالى سيدا عمال تخش على الاثنين. افرش يا محمد الملايه وراها. سابوني وراحوا يلعبوا بالكوره. اسلام خدهم وبيلعبهم، بس انتوا سامعين صوت سيلا؟ في صوت حد بيزني كده، اكيد انتوا حفظتوا زنة سيلا. انا جيت نورت البيت. سيدا بقى بس كنت شنطه. مين اللي كان بيعيط؟ سينا. مين اللي فضحنا؟ سينا. مين اللي مشردنا في الشارع؟ سينا. ليه عاوز؟ كل واحد يضرب نفسه. لا دلوقتي الصوت فيه يلا يا عيني. الحرمان وحش. هركب الدودة. الدودة دي صعبة جدا، محدش يقدر يكسبها الا انا. طب اقول لك ايه؟ بحبها، انا ركبتها. والله كل واحد على حسب شجاعته بقى. انا ركبتها وانا عندي 6 سنين عيطت، لكن دلوقتي انا كبرت خلاص، هنشوف ما بقتش فارقة معايا دي. كبرتي ولا لا. هنشوف. هجربها دلوقتي. يلا بينا نروح الملاهي. يلا بينا. خلي بالك يا سولا. ها تعالوا الاول. نذهب الى الملاهي. ايه اللي وجعاكي؟ ليه؟ ايه اللي وجعاكي ليه؟ هنا في ناس. تعالي الناحية دي. استنى بصوا البحيرة دي. احنا كنا بنركب المركب دي، فاكر يا محمد المركبة دي؟ لما كنا هنقع منها كنا هنغرق فيها، فاكر لما كنا هنغرق في المية دي؟ فاكرة يا لوكا؟ كنا في المية وانا ومحمد وسيلة كنا ورا. بصوا احنا كنا بننزل من على السلالم دي، وانتوا الاثنين كنتوا بتسوقوا قدام، وكنا هنقع في المية. اسلام ما كانش فيه السلالم دي لما ركبناها، صح؟ فين؟ السلالم دي كان في حتة عالية احنا كنا بننطها. كنت بتركبها هنا من على الرصيف، مش من دي؟ مش من هنا. صح، يبقى هي فعلا هي المناطق الوحشه اللي احنا كنا بنقلب قلبها في الميه، بس واحنا طالعين مش واحنا نازلين، احنا ركبناه زي الفل واحنا طالعين كنا نقع. دي بحيره مكتوب عليها ان هي غلطه جدا. كنت ايه بصي؟ لا لوكا ايه؟ لما كانت راكبه كانت هي جنينه كبيره وحلوه. لوكا لما كانت راكبه المره اللي فاتت كانت راكبه على الحرف قوي من ورا. سيلا ارجع ورا شويه. كانت راكبه على الحرف قوي من ورا وكانت هتقع. المنطقه العميقه. عميقه. يلا يا سول. انت يعني اللي شايل الشنطه، انت اللي اتبرعت في البيت وقلت ايه؟ قلت هشيل الشنطه. يبقى ايه؟ جوه يبقى حلو كده. طب ما هي خفيفه يا محمد، هي مش تقيله بس يعني برضو انت اللي اتبرعت وانت اللي قلت. باو. احنا حلوين وجمال يا سيلا، صح؟ وهما وحشين. دي كانت خناقه بسيطه بين اسلام وسيلا، مين فينا الحلو ومين فينا الوحش. والله انتوا متخيلين؟ صح يا سولا؟ يلا بينا نروح الملاهي. يلا نروح الملاهي. ايه ايه بصوا دي لعبة. دي بكام يا اسلام؟ دي ب 25 ولا ب 30؟ لا ده ب 30 دي او ب 40. دي ب 30. دي لعبة قطر الموت بس على خفيف يعني. اللعب هنا بتبدأ من أول 25. اللعب هنا 25 و30 و40. بصوا دي لعبة تانية برضو ب 25. أنا بحاول أصور لكم الألعاب اللي موجودة في المكان. وايه تاني؟ بصوا في دي برضو بس دي واقفة. دي عربية كده بيركبوها وتقعد تلف وبتاع، بس لسه ما اشتغلتش. اصبر هو هيجي ياخدها. محمد امسك اختك كويس. امسك نفسك كمان. ها امسك اختك بس. بالحديد كده امسك ايدك جامد انت وهي. ربنا يستر، انا اصلا مش موافقة على اللعبة دي. ربنا يستر. لوكا امسكي في الحديد كمان مش في محمد بس. ربنا يستر. هو اسلام اللي قاعد يقول لي لا ما تخافيش ما تخافيش، بس انا خايفه.
امسكي نفسك كويس وانت كمان. امسكوا نفسكم يا محمد. سموا الله. سموا الله. باي. بيقعدوا مخطوطين والله. انا عارفه بس مخطوطين. مع انهم هم اللي شبطوا. لما ليك من قبل ما من قبل ما تخش ملاها بص هو اصلا وهي شطانه فيها. وهي دلوقتي بيقول لك ماليش دعوه هي اللي شبطت عشان لو حصل حاجه ما تقولوش انت ان شاء الله. ربنا يستر. في اطفال صغيرين ركبوها وعادي. محمد رجلك قدام مسكها جامد فاهم؟ ما ترفعوش رجلكم عن الارض. يلا لا اله الا الله. باي على مهلكم. استرها معاهم يا رب. استرها معاهم يا رب. هي سهله اساسا بس ايه؟ هي في النازله احنا عيالنا اللي ضعيفه. تطوير طبعا. استر يا رب استر يا رب. يا لا مش بتعيط كده وكده مش بتعيط يا لوكا. خايفه هي خايفه. بس محمد مسكها من رقبتها كويس. مفيش من رقبتها. ربنا يستر. هي النازله هي اللي رخمه لكن هي سهله. اصلا اخر واحده نازله دي. تعدي على خير ان شاء الله. نطلع فوق كده. تعدي على خير. هي النازله الجايه. هي الحته دي اللي رخمه فيها. الحمد لله الحمد لله. خلاص ادام دي عدت يبقى خلاص. الحمد لله. وصلتوا بالسلامة. الحمد لله على السلامة. جدع يا محمد. تعالى كده يا عيني وانت. انا قلت له عليها بالعكس قلت له اقسم بالله. ما تدخل رجلك. معلش. يا عيني. لا مضغوطين. انا مش هطول. يلا يا عيني. في واحدة قموصة هنا. عايز تلعب. يا قموصة. ما انت صغنونه نعمل لك انت عايزه. انا دايما نجيب لك عشان تلعب على قدك. تعال ده. تعال بقى نشوف طب لعبه. تعالى اقعد شوية. اقعدوا. اللعبة دي كمان 25. دي كمان حلوة والله. دي جميلة وهادية وحلوة. مالها دي؟ مالها؟ ياه. انت قصدك اللي هي ما تبقاش هادية كده؟ لا انا كنت لسه بقول لاسلام والله دي هادية وبنت حلال. ياه. بس لسه بقى ما بدأتش. وفي اللعبة دي كمان. دي ب40. اللعبة دي ب40. نعم. اللعبة بتقول عليها هادية. عليها تعليمات اصحاب الامراض المزمنة والسكر وضغط القلب. ايه ده؟ قلت اصور لكم اهو اسعار اللعب. انا معايا 40 بقى. بصوا اللعبة دي حلوة برضو في الشقلب. يقعدوا كده عليها ويتشقلبوا. دي كمان. دي اسمها ايه؟ اسمها مروحة دي ولا ايه؟ اسمها الساقية بس مش مكتوب الساقية بتاعها. هتفضل سكوتين وهتركب معاهم. يعني ممكن تركب انت معاهم. سكوتين. لا وريني الاول هركب ايه وانتوا تركبوني حاجة وخلاص. بصوا دي حلوة اوي. دي انا بحب اركبها. اي نعم بصوت لما بوصل لفوق بس ايه. بس حلوة هادية يعني. ركبوني لعبة ايه دي بقى؟ مش عارفة. عشان ركبوني معاهم عشان امسكهم بس. كنت تجيبي محمد مرضيش. مش محمد قال لا مش هركبها. بتعمل ايه؟ انا عايزه اعرف بس هي بتعمل ايه اللعبه دي. احنا راكبين حاجه زي قطر. اهي زي قطر كده. وايه؟ زي ما ركبناها دي. زي
طلعت اسمها دودة مش قطر الموت. فعلا قطر الموت بيبقى اكتر من كده، بس يعني انا ايه، انا اللي خوافه بسهولة. مبسوطة؟ حتى العاب الاطفال بتحبها. احنا لغاية دلوقتي احنا قاعدين مش عارفين اللعبة دي عبارة عن ايه. بتفاجئ، خايفة انا اللي اتفاجئ. اسلام ومحمد واقفين تحت مش هيشوفوهم طبعا. هما فين؟ اه اسلام باين. اسمع بقولك ايه؟ اسمع شايفين عمو، اسمع شايفين القطر بقى، انا مش فاهمة دي عربية دي ولا قطر ولا نظامها ايه والله. هنشوف دلوقتي. انا مش عارفة هي طلعت ازاي واحنا عملنا ايه. احنا يعني من كتر ما هي وحشة احنا ما بعرفش اصور لكم واحنا فوق. انا اول ما لقيتها طلعت كده اتفاجئت. الله يسامحك. اتصدمت، ما كنتش عارف ليه بتعمل كده. احنا مش مسامحينك يا اسلام عشان تركبنا لعبة مهينة زي دي. بصوا ده شكلها، ده شكلها كده من بره ومقفلة من جوه، هي امان من جوه، بس عارفين اللي احنا كنا نتقلب يمين وشمال فوق، والمشكلة ان دي يعني متاحة لسن سيرة اللي هي 4 سنين، فازاي ومفيش حاجة نمسك فيها؟ دي مش شغالة. لا وحشة وحشة بس انا بجد. لعبتك اهو، هي خدمة. لوكا لعبة الدودة ما حصلهاش حاجة ولا عيط ولا حاجة، احنا لعبنا اللعبة دي لوكا فضحتني فوق من قوة. اصعب من الدودة. الدودة هي اصعب من الدودة، اركب من دي. انت ما ركبتش عشان تعرف احنا حصلنا ايه فوق. احنا اتشقلبنا فوق. يعني بالنسبة لي دي سهلة. انا مش مسامحاكم عشان تركبوني لعبة زي دي، انا ما لعبتش اصلا، انا ما دخلتش ولعبت الاصغر لعبة هم بيتشيل، لاعبيني دي. الاصغر بيتشيل، الاصغر من لوكا لعبوهم ما عيطوش. هو كان في حد اصغر فوق؟ ده الواد يا عين امه، وفي واد فوق قد محمد وهو قايم من الكرسي وعايز ينزل راح دخه وقع. الواد قدك دخه راح وقع، ما قدرش ينزل، مش قادر ينزل من على رجليه. صعبه، لا رخمه قوي الصراحه، مش مسامحاكم. لعبة مركبة لوحدك. عايزين نلعب سفينه اللي هي سفينه نوح، ماشي؟ ومحمد اللي شوت فيها وقال لي ماما اركبي معايا، قلت له ماشي. بعد ما ركبنا التذاكر وشاف المرمطه اللي انا اتمرمطتها فوق دي قال مش هركبها. بعد ما شافني عبره قدامه. لعبه المقصه هي انا قلت لكم عليها بس ما كانتش شغاله، اشتغلت. عايزين نلعب. تعالوا عايزين تريحوا دلوقتي؟ نقعد بعد كده نلعب انا وانت. ماشي يلا. احنا كنا بنتشقلب كده فوق. بصوا الشقلبه والبهدله. احنا كنا كده، دي هي من بره كده تبان هاديه لكن دي من جوه حاجه تانية. نعمل لها حاجه وسط ولا صغيره ولا كبيره ولا لا وسط. ده ايه؟ جمال. الله الله، خليكي حطاها كده. الساعة 6 ل 10 نظبط كده. اوعي تبهدلي نفسك. لا هي مش هتحاول. انتوا بقى العبوا. نروح احنا نلعب اما هم ايديهم ما تنشف. هتيجي تقول قاعد نفس القعدة دي، مش هتحاول. العبوا اللعبة اللي انتوا عايزينها دي وتعالوا. ماشي يلا. احنا سيبناهم هما بيرسموا حنة هناك بقى وايدهم تنشف وبتاع، واحنا نركب سفينة نوح. هي فين اصلا؟ ترفع على العالي؟ عالية؟ ما بتبقى واطية؟ لا قصدي عالية قوي. لا مش عالية قوي، انت ركبتها معايا قبل كده. نسيت؟ انا ما كان عم صبري موجود. طب ما انت فاكر اهو. فاحنا عادي ركبناها، مش جديدة علينا يعني. بس انا شفتها من بعيد وهي انا بحب العب عشان اصور. بتترفع قوي. ايه؟ ده لسه ده مرفوعة قوي. ما احنا مش هنقعد ورا بقى، يعني انا مش هقعدك ورا، هنقعد في النص علشان لما تترفع قوي ايه ما نبقاش احنا مزغزغين جامد. هي لعبة زغزغ وهي نازلة كده، هي مشكلتها في النازلة اصلا. هي فاضية ولا انا متهيألي؟ محدش مجنون هيركبها معانا ولا ايه؟ لا. ها؟ دي اللعبة اللي كنت عايزة العبها. ايه؟ دي اللعبة اللي كنت عايزة العبها. هي دي؟ هنشوف الموضوع. بصوا
اللعبه اللي هنركبها دلوقتي. صورتها لكم دلوقتي عشان واحنا فوق ما اضمنش عارفه اصور لكم ولا لا. معرفش هتبقى عامله ازاي فينا فوق. دي اللعبه دي بكام؟ استنوا بشوف لكم. ب 30. دي ب 30. خايف؟ انا خايفه اكتر منك. ربنا يستر. بصور عشان انا مش عارفه انا اعرف اصور تاني بعد ولا لا. اما نبتدي. حسبي الله ونعم الوكيل يا محمد. ايه الالعاب دي؟ احنا رايحين مش قادرين. احنا رايحين جامد. يعني محمد احنا كل اللي احنا كنا بنعمله فوق احنا كنا بنصور بس. من ساعة ما اشتغلت احنا بنصور بس. نروح نقعد بقى عشان احنا دايخين جدا. بسرعة نروح نقعد بقى شوية. المكان يتزحم على فكرة عشان بقينا بالليل. نركبها تاني. تركبها تاني؟ ماليش فيه. مع نفسك. مع نفسك. هو احنا لسه فوقنا من اللي فات لما نعيدها تاني؟ لا حضرتك والله كان على عيني بس ابدا ما عيدهاش تاني. هما فين بقى؟ قاعدين فين؟ لقيناهم. وريني يا لوكا رسمتي ايه؟ ايه ده وحرف الام يا عم يا عم. وريني يا سولا. الله الله على الجمال وحرف الاس كمان. يا عم رسمته وانا لا. انتوا رسمتوا وانا رحت اتبهدلت وجيت. هنا بقى بعد الفرهده بتاعت الملاهي ولعبنا بقى وخلاص كنا جبنا اخرنا من الالعاب. قلنا ايه يعني نستفاد بقى بالكره اللي احنا جايبينها دي شويه ونقوم نلعب. لعبت انا ومحمد شويه وبعدين لقينا اسلام سخن وقام بقى يلعب معانا وتشجع وكده اهوت. بس بجد الاجواء في الجناين بتبقى احلى 100 مره من اي مكان تاني. اللي هو انتوا بتبقوا قاعدين بتفتكروا بقى يعني العاب زمان وحاجات زمان. بس فقعدنا بقى نلعب كده شويه وسيلة قعدت ترخم علينا واسلام بعد كده هيقوم يلعب معانا ولوكا كانت بقى هي اللي بتصور. فيعني اعذروها لو التصوير يعني مش قد كده بقى عشان طبعا هي كانت بتصور على قدها. بصوا اسلام هنا بقى سخن معانا كده وقام يلعب. وعايزه اقول لكم كمان اني بصوا هيشوط دلوقتي يجيب جون في الناس اللي قاعدين مدينا ظهرهم دول. انا عملت نفسي معرفوش ورحت جريت على لوكا. بس اللي هو ايه لا بصوا هو سبته ومشيت. اللي هو انا معرفوش انا مش تبعهم. هما اللي بيلعبوا مش انا. بس لقيت الدنيا تمام والناس يعني ما كلمتش وكده عملت نفسي بشرب بقى ورجعت تاني وخلاص. وهنا كنا بنلعب بالقطه العاميه. بجد افتكرنا ذكرياتنا بقى واحنا صغيرين وكده وقلنا بقى نلعبها مع اولادنا ونعلمهم برضو احنا كنا بنلعب ايه واحنا صغيرين في الجناين واجواء اصلا الجناين كانت بتبقى عامله ازاي. مش مجرد ملاهي وخلاص لا احنا بجد كنا بنلعب يعني العاب كتير جدا. بس طبعا بتبقى عايزه مجموعه كبيره بتبقى احلى 100 مره لما بتكون ايه العدد طبعا قليل. بس برضو احنا عرفنا ننبسط وعرفنا يعني نلعب مع اولادنا وايه والحمد لله كانت الرحله تمام يعني. بس خلصنا لعب بقى وفرهده ويجينا بقى نمشي. البحيرة دي كانت البحيرة والشلال ده ما كانوش شغالين واحنا اول ما وصلنا بالنهار. بس لقيناهم شغالين بالليل واحنا بقى خلاص ماشيين. يعني ظاهر بقى ان هم ايه مبقوش يشغلوها بالنهار زي الاول وبقى يشغلوها بالليل. بس طبعا الاضواء بتبقى تحفة بالليل وبتبقى شكلها جميلة قوي. اي نعم المكان اتغير عن زمان بس يعني ايه مش زمان قوي والله. يعني احنا تقريبا رحنا المكان ده من سنة ونص كده. كان احلى من كده بكتير وكان فيها خضرة كتير وكده. من ساعة ما غيروها وخلوها جيزة بارك باظت كده خالص. هي كانت ايام ما كانت سفاري كانت زي الفل. بقت جيزة بقت ضايعة خالص. بس يعني بس حاولنا ننبسط فيها. يعني هي الخضرة كانت قليلة طبعا والاماكن فيها كانت محدودة. العاب كتير كانت واقفة. بس يعني ايه عشنا اليوم الحمد لله زي ما احنا كنا عايزين الحمد لله وبقينا زي الفل. طبعا صوت الاغاني هناك كان عالي جدا في الوقت انا في الوقت اللي احنا كنا بنلعب فيه ده وفي الوقت اللي انا دلوقتي كنت يعني بسجل لكم فيه. طبعا انا بسجل كده عشان صوت الاغاني كان عالي جدا هناك. فطبعا ما عرفناش ان احنا ايه نطلع بقى بصوتنا والجو ده كده هناك وبتاع. هنا الحمد لله كنا ركبنا العربيه وكنا متجهين بقى لبيتنا الحمد لله بعد يوم كله فرهده ولعب وتنطيط. والحمد لله يعني لو احنا خرجنا برضو غيرنا جو وولادنا برضو غيروا جو. بس اتبسطنا الحمد لله.
اهم حاجه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. سلام.